تخيل طفل عنده 7 سنين راجع من المدرسة وعينيه مليانة دموع وشايل ورقة في إيده من المدير لأمه. الولد سألها: يا أمي، هو المدير كاتب إيه في الورقة؟ الأم قرأت الورقة وهي بتقرأ عينيها اتملت دموع. الأم بصت لابنها ومسحت دموعها وقالت له بصوت عالي: المدير بيقول إنك ذكي جدا، والمدرسة صغيرة وما فيهاش مدرسين كفء إن هم يعلموك، فلازم تكمل تعليمك هنا في البيت وأنا اللي أعلمك. بس تفتكروا هي دي كانت الحقيقة؟ بعد سنين طويلة والطفل ده بقى أشهر مخترع في العالم، وهو بيقلب في الكراكيب بتاعت أمه بعد وفاتها لقى نفس الورقة فبيقرأها، فلقى مكتوب فيها: ابنك طفل متخلف عقليا، ابنك بليد ومفيش منه رجا ومش نافع في حاجة، وهو مطرود من المدرسة. الطفل ده كان توماس أديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي وسجل 1093 براءة اختراع. توماس أديسون أو إديسون لما قرأ الورقة عيط لساعات، وكتب في مذكراته: توماس إديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل أم رائعة أصبح عبقري القرن. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم حسين علي، والنهاردة أولى حلقات سلسلة هكذا هزموا اليأس، وهنحكي قصة النور اللي طلع من قلب الضلمة، قصة توماس إديسون. إديسون اتولد سنة 1847 في ولاية أوهايو، وما دخلش المدرسة غير 3 شهور. تخيلوا، عبقري التاريخ اتطرد من المدرسة واتقال عليه غبي وبليد ومتخلف عقليا ومش نافع في حاجة، لكن أمه ما صدقتش الكلام ده ولا استسلمت ولا سمعت لحد. دي قررت إن هي تتبنى عقله وتعلمه في البيت. أديسون ما كانش طفل عادي، ده كان عنده شغف مش طبيعي، كان بيسأل في كل حاجة، والناس مفكرة إن كتر أسئلته دي غباء، مع إن العكس صحيح، معنى إنه بيسأل كتير فعقله صاحي وعايز يفهم كل حاجة. توماس أديسون أو إديسون كان هيموت حرفيا عشان العلم. فمرة المعمل بتاعه ولع وهو جواه والنار كانت هتاكله، لكن نتيجة عن الحريق ده أصيب بضعف في السمع أو صمم جزئي. لكن هل استسلم؟ بالعكس، ده كان بيقول إن الصمم ده ميزة علشان ما اسمعش دوشة الناس وأركز في اختراعاتي. وتوماس بدأ رحلته الحقيقية بأول براءة اختراع، كان جهاز المحاكي أو المسجل، وباعه ب40,000 دولار، وده كان مبلغ خيالي وقتها. وبالمبلغ ده إديسون ودع أيام الجوع والبيات في الأماكن القذرة، وبنى أول معمل حقيقي في نيويورك اللي كان بذرة لكل معامل العالم بعد كده. طيب، عارفين التليفون؟ كلنا عارفين إن جراهام بيل هو اللي كان المخترع. الحقيقة إن جراهام بيل هو فعلا صاحب فكرة التليفون، لكن ما قدرش يخليها تجارية أو يخليها تشتغل بجد مع الناس. شركة وستر يونيون طلبت من أديسون إنه يتدخل، وفي شهور قليلة أديسون سجل الاختراع القابل للاستخدام وباعه ب100,000 دولار. شوفوا بقى ذكاء أديسون، الشركة كانت عايزة تديله ال100,000 دولار كاش، لكن هو رفض، قال لهم: ادفعوا لي المبلغ على 17 سنة. طب ليه يا أديسون ما تاخد الفلوس كاملة؟ قال لك: علشان أضمن راحة البال وما اصرفش الفلوس في مشاريع خسرانة واتفرغ للاختراع وبس. نيجي بقى للمحطة اللي غيرت العالم، المصباح الكهربي. عارفين أديسون حاول كم مرة علشان اللمبة دي تنور؟ حاول أكتر من 1000 مرة، محاولة فاشلة، لدرجة إن في مرة واحد من المساعدين قال له بيأس: يا مستر أديسون، إحنا جربنا 1000 مرة وفشلنا، مفيش فايدة. أديسون رد عليه بكل ثقة، قال له: أنا ما فشلتش 1000 مرة، أنا اكتشفت 1000 طريقة لا تؤدي إلى صنع المصباح. الشغف والاستمرارية والروح بتاعته دي هي اللي خلت البيوت تتحول من ضلمة كحل لأنوار ساطعة موجودة في كل مكان. توماس أديسون أو إديسون ما كانش مجرد مخترع، ده كان مقاتل ما يعرفش يعني إيه مستحيل. وعلشان دايما النجاح بيكون له أعداء، أديسون واجه سخرية وتريقة من كل اللي حواليه لما قال إنه هيخترع المصباح وهيحول العالم من ضلمة لنور وهينهي عصر الظلام، لكن هو ما سمعش ليهم. وهنا لازم أحذركم من نوعية ناس سماهم مونتي روبرتس سارقوا الأحلام. دول ناس بيحاولوا يقنعوك إن حلمك مستحيل، زي المدرس اللي ادى مونتي روبرتس درجة ضعيف جدا، علشان لما المدرس قال لكل واحد يكتب حلمه، مونتي روبرتس كتب إنه عايز يمتلك مزرعة خيول وهو كان فقير، فالمدرس قال له: خليك واقعي يا ابني علشان أديك درجات كويسة. مونتي رد عليه رد تاريخي وقال له: خلي لك انت الدرجات وانا هحتفظ بحلمي. والنهارده مونتي عنده واحده من اكبر مزارع الخيول في كاليفورنيا. اديسون لخص سر نجاحه في جمله ان النجاح 2% الهام و98% عرق ومجهود. واحنا طبعا ناس مؤمنين بربنا وعارفين ان 100% توفيق من ربنا، بس انت عليك السعي. ولازم تكون عارف انك في حياتك هتقابل نوعين من الناس: نوع هيكون هو المحرك اللي هيزقك لقدام وهيساعدك ويشجعك انك تسعى وتوصل لحلمك، ونوع تاني هيكون هو المرساه اللي بيشدك لتحت ويغرقك معاه في بحر الإحباط. كلمة لأ مش هتوصل اللي بتسمعها من الناس، هي الطريق للوصول لكلمة أيوة أنا وصلت، حتى لو أقرب الناس ليك بيقولوا لك إنك مش هتوصل لحلمك. وشوف لك شغلانة حقيقية وما تمشيش ورا الأحلام ولا الأوهام. خليك فاهم إن أحلامك دي هي شغلتك الحقيقية. ودلوقتي بص حواليك كويس وشوف أصحابك والناس اللي حواليك، يا ترى هم محرك بيزقك للنور زي أديسون وزي ما والدته عملت معاه،
والّا مرساة عايزين يغرقوك في بحر الإحباط والضلمة؟ وأخيرًا لو عجبتكم قصة أديسون ومونتي وعايزين نكمل في سلسلة هكذا هزموا اليأس، قولوا لي في الكومنتات مين الشخصية اللي عايزين نتكلم عليها في الحلقة الجاية، ولو حصل معاكم وقابلتوا حد من سارقي الأحلام وحاول يحبطك قُل لنا إزاي انتصرت عليه ووصلت لحلمك، واحكِ قصتك لعل إن هي تكون ملهمة لناس كتير إن هم يوصلوا لحلمهم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني على كل أكونتات السوشيال ميديا وتشيروا الفيديو في كل مكان علشان يوصل لكل واحد حاسس باليأس، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأشوفكم في حلقة جاية، مع السلامة.